أسرة بتنتقل لمدينة جديدة في عيد الهالوين، بس الأب بيكون متعقب منه وبيكتشف مع بنته لعنة ساحرة هتدمر المدينة كلها. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. هاورد يبقى مدرس علوم شاطر وبيجيله شغل في مدرسة جديدة بمرتب كويس جدا ما بيقدرش يرفضه، فبياخد مراته اللي اسمها إيميلي وبنته اللي اسمها سيدني اللي بتكون زعلانة عشان سابت مدينتهم القديمة، بس أبوها وأمها بيحاولوا يخلوها تتأقلم مع الوضع الجديد وبيحفزوها، وبيتفاجئوا الاتنين بان المدينة دي مجنونة بعيد الهالوين ومليانة زينة للدمى المرعبة. والوقت ده بيبتدي يتغير رأي سيدني اللي بتعجب بالمدينة لما بتشوف الزينة دي، وبتكون عايزة ابوها يجيب زينة زيهم علشان يبتدوا يتأقلموا مع جيرانهم الجداد، لكن ابوها بيمنعها وبيعرفها ان دول ناس تافهين وبيؤمنوا بالخرافات واحنا اكيد مش هنبقى زيهم. بيتعرف هاورد بعدها على جاره الجديد وبيلاحظ ان عنده تشكيلة كبيرة من الزومبي اللي موجودين في الجنينة بتاعته، بيكون معجب بيهم جدا وبيفتخر بيهم، لكن هاورد بيكون شايفه سخيف جدا وبيسيبه ويمشي، وبيروح لإيميلي وبيعرفها ان سيدني ابتدت تتغير اليومين دول وهو مستغرب الموضوع ده، لكنها بتعرفه انها في مرحلة البلوغ ولازم يحترم رغباتها علشان تكون شخصية مستقلة، وانه لازم يسيبها تنطلق شوية ويبطل يتدخل على الفاضية والمليانة في حياتها الشخصية. وتاني يوم بيتعرفوا على بنت اسمها تامي، بيتفاجئوا ان هي عمدة المدينة بالرغم ان هي لسه في العشرينات، وبتعرفهم ان بكرة هيبقى مهرجان جاك، وبتعرفهم القصة بما ان هما لسه جداد، وبتقول لهم ان زمان كان في شخص ظالم اسمه جاك في المدينة دي، بس اهل المدينة اتجمعوا عليه وعدموه، لكن الشيطان حزن جدا على جاك خادمه الوفي واللي اتقتل من اهل المدينة، وعمل له يقطينة علشان تظهر مرة كل سنة وتفكرهم بظلم جاك، ويبان شغف سيدني بالقصة المرعبة دي، لكن ابوها بيكون مش طايق يسمع السخافات دي برضه، وللسبب ده بتسيبه وتمشي علشان تبتدي تستكشف المدينة لوحدها، وبالصدفة بتعدي على المقابر وبتشوف هناك بنتين وولد وبيعرفوها انهم بيدوروا على الاشباح في المقابر ولو تحب ممكن تنضم ليهم، وبتصاحبهم وبتعرفهم على بيتها الجديد، وبيعرفوها ان ده كان فيه ساحرة كانت عايشة في البيت ده وعملت فيه تعويذ كتير جدا، ولما بترجع بيتها بتحاول هي تتواصل مع روح الساحرة دي وبتوصلها فعلا لمكان في البيت فيه صناديق قديمة بيكون جوه صندوق منهم يقطينة، ولما بتروح تعرف ابوها باليقطينة اللي لقيتها بيقعد يتريق عليها وبيقول لامها ان ممكن تطبخها لهم، وبتغضب جدا بعدها وبتسيبه وتروح المدرسه، وبيعزموها اصحابها الجداد على حفله منظمها المدرسه بس بتكون للهالوين، لكنها بتعرفهم انها مش هتقدر تيجي بسبب ان ابوها مش بيخليها تلبس لبس الهالوين. ولما بيرجع هاورد البيت بيلاقي خفاش لعبه موجود على باب بيته، فبياخده وبيرميه في الزباله، وبيشوف سيدني وهي لابسه لبس الهالوين عشان تغيظه، وبتعرفه ان هي خلاص هتبقى الساحره الشريره حتى لو لليله واحده، وبتولع له في اليقطينه اللي لقيتها، ولما بيطفيها هاورد بتولع تاني لوحدها، وبيكون فاكر ان هي لعبة من بنته فبياخدها وبيرميها في الزبالة مع لعبة الخفاش، بس شوية وبيلاقوا ان الخفاش بقى حقيقي وبيطير حواليهم وبيهاجمهم وبيطلع بره من الشباك، وبيبصوا عليه من الشباك وبيكتشفوا ان التماثيل اللعبة اللي بيلمسها الخفاش بتتحرك زيه تمام، وبيطلع هاورد وسيدني وبيلاقوا ان التماثيل عند جيرانهم بقت زومبي بحقه حقيقي وعايزة تاكله، بس بينقذوه على اخر لحظة قبل ما يتاكل. وتعرف ابوها قصة الساحرة اللي كانت عايشة مكانهم في البيت ده، ولما بيروحوا يقابلوا بنت الساحرة اللي بتكون لسه عايشة في دار المسنين بتعرفهم ان امها حاولت تستدعي روح جاك، بس بسبب قوته الخارقة خرج عن السيطرة دي، وكان عايز ياخد روحها علشان يديها للشيطان كقربان ويرجع هو للحياة تاني قصادها، بس هي قدرت تحبسه في اليقطينة اللي ولعت فيها سيدني، وبتعرفهم ان طول ما اليقطينة دي ولعة يبقى لعنة جاك موجودة معاهم لغاية ما تطفي تاني، وبتوصل وقتها اللعنة لدار المسنين وبتظهر العناكب في كل مكان وبتأذي المسنين، بس هاورد وسيدني بينقذوهم وبيخلصوا عليهم بالمبيد الحشري، وبتاخد ابوها بعدها لاصحابها بتوع المدرسة علشان يلاقوا حل للمشكلة دي، وبيعرفوهم ان التعويذة بتاعت حبس جاك موجودة في الكتاب اللي موجود عند المدير بتاع مدرستهم، وبيقرروا يروحوا له، بس هناك بيلاقوا ان في تماثيل بتهاجمهم وبياخدوا منهم الكتاب وبيرموه في النار، وبتتحرق صفحة الكتاب اللي فيها التعويذة، وبيقرروا بعدها يحضروا روح الساحرة علشان يعرفوا منها التعويذة السحرية بنفسها، والساحرة لما بتحضر بتختار روح هاورد وبتسكن جسمه وبتكلمهم علشان تعرفهم التعويذة وانهم لازم يلحقوا بسرعة يقروها عليه، لانه لو لقى انسان قدامه قبل الساعة 12 هيقدمه كقربان للشيطان،
طوفان. ولما بيفوق هاورد بياخد سيدني وبيرجعوا على البيت على طول، وبتلاقي جاك لما تحول لكنها بتقدر تهرب منه، وبيوصل هاورد وسيدني وقتها وبينقذوا ايميلي، وبيقول هاورد التعويذه علشان يرجع تاني لليقطينه، وبعدها بتنتهي لعنه جاك. بس في المدينه بيتفاجئوا تاني لما بيرجع هاورد وسيدني الصندوق، بيلاقوا ان في صناديق كتير جدا زيه، وده معناه ان في لعنات كتير غير جاك. حد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.